أهلا بيكم. كتير من تصرفات النرجسي وكلامه بيكون واعي ليها، مدرك، عارف وفاهم هو بيقول إيه أو بيعمل إيه. في المقابل كتير من كلامه بيكون من العقل اللاواعي، ميكانيزم نفسية آلية بيستخدمها بدون وعي منه، بتصدر عن عقله الباطن. جمل كتير وتصرفات كتير بيكون ليها ظاهر، لكن في الحقيقة بيكون ليه هدف من وراء الكلام ده. أهلا بيكم مرة تانية. كتير من تصرفات النرجسي وكلامه بيكون واعي ليها كويس جدا، مدرك وعارف وفاهم هو بيقول إيه أو بيعمل إيه أو بيتصرف إزاي. في المقابل كتير من كلامه أو تصرفاته بيكون من العقل اللاواعي، بيتصرف بدون وعي أو إنها تصرفات بتصدر عن عقله الباطن وبيكون ليه هدف من وراها. الهدف الكلي هو انه يحافظ على الصورة الذاتية الهشة اللي بيكون راسمها عن نفسه. الهدف انه يبرر لنفسه كل الاذى اللي بيصدر منه. الهدف انه يشبع الغرور النرجسي المريض. الهدف في كل الحالات واحد، هو المدد او السبلاي او التزويد النرجسي. الشخصية النرجسية صفاتها بتظهر بشكل واضح او بالعامية بتطفح على كلامها. ساعات كتير بيصدر منه كلام وبيكون ليه هدف خبيث من وراء الجمل او الكلام ده. في الفيديو ده هناخد أمثلة من بعض الجمل النمطية اللي بيقولها كتير من النرجسيين، ونحاول مع بعض نفهم بيكون قصده إيه من ورا الكلام ده. إزاي نعرف النرجسي من كلامه، أو إزاي نفهم حقيقة الكلام ده. الجملة الأولى: لو هتختار شخص واحد في حياتك يا ترى هيكون مين؟ سؤال بسيط جدا بيتكرر على لسان الشخصية النرجسية لما بتكون في علاقة معاه، سواء كانت صداقة أو علاقة عاطفية. صحيح هو بالنسبة لك ممكن جدا يكون سؤال عادي، لكن السؤال ده بيكون ليه هدف واحد، هو الابتزاز والتلاعب العاطفي والنفسي. الشخص النرجسي في الحالة دي بيكون منتظر منك إجابة واحدة، إنك تقول له هختارك أنت طبعا. السؤال ده بيكون ليه أهداف كتير، زي إنه بيحاول يعزلك عن كل الأصدقاء أو العيلة أو أي شخص تاني ممكن يكون داعم ليك. بيحاول يعزلك بهدف إنك تكون لوحدك في العلاقة، وبالشكل ده هتكون ضعيف فيقدر بكل بساطة إنه يستغلك ويتلاعب بيك. الهدف الأكبر إنك تكون ضعيف فيقدر ببساطة يخليك خاضع ليه، فيحس بالقيمة المتضخمة والمتعالية ويقدر يشبع غروره النرجسي على حسابك. كمان غرور النرجسي المرضي بيخليه يتصور إن وجوده في العلاقة مع أي شخص أيا كان نوع العلاقة كأنه جميل أو معروف بيقدمه للطرف التاني. وجوده في أي علاقة بيحسسه إن الطرف التاني في نعمة كبيرة لازم يحمد ربنا عليها، رغم كل الأذى النفسي وأحيانا الأذى الجسدي والاستغلال المادي اللي بيحصل منه. كل ده بالنسبة له عادي، كفاية إنك بس موجود معاه في علاقة. وجوده في حياتك نعمة الكل بيحسدك أو هيحسدك عليها، وأنا واثق جدا إنك سمعت من الكلام ده قبل كده. الجملة التانية: إحنا مش محتاجين أي حد تاني في حياتنا. جملة زي دي لو اتقالت لك من شخص انت معاه في علاقة ايا كان نوعها، سهل جدا انك تنخدع، سهل جدا انها تخدعك وتحسسك قد ايه هو بيحبك او عايزك في حياته او عايز ان العلاقة دي تكمل. لكن في الحقيقة جملة زي دي بتكون بهدف انه يعزلك عن العالم الخارجي، وبالتالي تكون ضعيف وسهل السيطرة عليك واخضاعك. كمان هو بيحاول يخليك تابع ليه من خلال انك تكون معتمد عليه هو بس، وبكده يقدر يشبع غروره النرجسي. كمان لازم تكون عارف ان الشخص النرجسي دايما بيتعامل مع اي حد بتربطه بيه علاقة على انه ملك ليه. اي حد في علاقة مع شخص نرجسي بيكون احساس النرجسي بيه انه ملكه، موجود بس عشان يلبي رغباته، لذلك مش هيسمح ابدا انك تكون داعم لاي حد تاني غيره، سواء الاصدقاء او الاهل. اي حد هيشاركه في وقتك أو حتى في مواردك المالية ده مش مقبول تماما بالنسبة له. الحاجات دي سواء وقتك أو حتى مواردك المالية بيكون حاسس إنها ملكه هو بس وليه هو بس، أنت موجود بس لإسعاده وتلبية رغباته. والنظرة دي بتكون ناتجة عن الأنانية الشديدة اللي بيعاني منها الشخص النرجسي، واللي بتعتبر من أبرز الصفات السامة فيه. حتى الطفل بالنسبة للشخص النرجسي بيعتبره ملكه، امتداد ليه، حاجة بتكمله، مش شخص مستقل. 3. ايه الأوفر ده؟ انت حساس زيادة عن اللازم، انت بتبالغ قوي،
انت اوفر قوي على فكرة. كام مرة سمعت التعليق ده من شخص اساء اليك او انتقدك او اهانك، ولما تقرر يكون ليك رد فعل على تصرفه تلاقي ان ده رده انت اوفر قوي. ببساطة الاساءة كانت متعمدة مقصودة عشان يشوف رد فعلك، لكنه تفاجأ برد فعلك. هو كان منتظر انك هتتقبل منه اي تجاوز، وده بيكون ناتج عن إحساسه المبالغ فيه بالغرور والاستحقاق. عشان كده عمره ما بيعترف بخطأه، لكن ببساطة بجملة زي دي بيحاول إنه يخدعك عشان يحسسك إن العيب فيك أصلك حساس زيادة عن اللزوم أو بتبالغ في رد فعلك. هو هنا بيعمل إسقاط عليك، بيحاول يرمي اللوم عليك عشان يقدر يبرر الإساءة أو الأذى اللي حصل منه. بالشكل ده يقدر يكمل في الأذى. كمان بيحاول يعمل إسقاط عليك، بيتلاعب بيك عشان تحس إن العيب فيك مش إنه أساء إليك، وبالتالي يتهرب من المسؤولية عن أفعاله. كمان بتكون محاولة منه للتقليل منك، فيقدر يحس قد إيه هو شخص مثالي وما يتعوضش. كمان جمل زي دي بيكون هدفها إنه بيستخدم مشاعرك ضدك. غضبك في لحظة الإهانة أو الأذى مش منطقي بالنسبة له، انت اصلا بتبالغ. في اللحظات دي صدقني الأذى أو الإهانة اللي حصلت منه كانت مقصودة ومتعمدة، لكنه كان فاكر إنها هتعدي عادي، لكن رد فعلك الغاضب خلاه يستخدم الجمل دي للتبرير على طريقة دس السم في العسل. الجملة الرابعة: انت ليه بتاخد كل حاجة عليك؟ مش انت المقصود على فكرة. الشخص النرجسي دايما بيكون حاسس إنه مركز الكون، شايف إنه أهم شخص في المكان اللي هو عايش أو موجود فيه. عشان كده لما بيقول الجملة دي بيكون عنده هدفين. الهدف الأول لو قالها بعد الإساءة ليك بيكون بهدف إنه يرمي اللوم عليك عشان يحسسك إنه صحيح أساء إليك، لكن أنت اللي غلطان عشان خدت الإساءة على نفسك مع إنه ما كانش يقصدك. ببساطة بيتلاعب بيك. ولو قالها في أي وقت عادي بيكون عشان يقلل منك، لأنه شايف إنك بتسرق منه الأضواء، ودي حاجة طبعا ضد طبيعته. هيحسسك بالذنب لأنك بتاخد منه الانتباه اللي هم أصلا عايشين عليه. الجملة الخامسة: عشان كده محدش بيحبك أو بيحترمك. تلاعب خطير جدا علشان يعلقك بيه ويحسسك قد إيه إن هو الشخص الوحيد اللي بيحبك، وبالتالي تكون خاضع وتابع ليه، ويقدر ساعتها إنه يستغلك ويتلاعب بيك. كمان هو هنا بيحاول يقلل من احترامك لنفسك. كلام من النوعية دي بيكون هدفه زرع الكراهية بينك وبين أي حد تاني من الأصدقاء أو من العيلة. بيحاول يعزلك عن أي حد ممكن يكون داعم ليك، وبكده يقدر بكل بساطة يخليك هدف ضعيف، هدف خاضع ليه، ويقدر يتلاعب بيك ويستغلك. كمان عزلك هيكون مفيد جدا ليه. ساعتها انت مش هتلاقي غيره تلجأ له، وهتحس باحتياج شديد ليه، وبكده هو هيقدر يحس بقيمة متعالية ويشبع غروره النرجسي على حسابك. الجملة السادسة: انت ما تعرفش انا بعمل ايه علشانك في غيابك او بدافع عنك ازاي. هو ده رد الجميل. الشخص النرجسي لما بيقول جملة زي دي او كلام من النوعية دي بيكون عنده اهداف كتير، منها انه بيحاول يزرع جواك ان كل اللي حواليك بيكرهك، وبالتالي هيعزلك عنهم ويقدر يتلاعب بيك ويستغلك. الهدف التاني انه بيكون بيحاول يلعب دور البطل ويحسسك ان هو المنقذ او الملاذ الاخير بالنسبة لك، بالتالي هيعرف يسيطر عليك ويخضعك. كمان بيحسسك قد ايه انت مديون ليه، بيزرع جواك احساس بالذنب من ناحيته. لو وقعت في شباكه هتحس بتأنيب ضمير، ازاي انا افكر بالطريقة دي. طبعا هيكون مطلوب منك رد الجميل او تعويضه عن كل اللي بيعمله. هيكون مطلوب منك انك تكون خاضع اكتر وتابع اكتر، وما تخرجش ابدا من السجن اللي هو رسمه ليك. كمان في الوقت ده بيكون منتظر منك تعويض مادي. شعور الاستحقاق عنده بيكون في السماء، بيكون حاسس انه قدم لك كتير ولازم طبعا تكافئه. ولو حصل انك ما فهمتش وما حصلش منك اي تعويض هتلاقي بعدها انه بيستغلك ماديا وهيبرر لنفسه كل التصرفات دي. الجملة السابعة: شايف وجودي قد ايه مهم في حياتك؟ من غيري ما كنتش هتعرف تعمل ده. مستحيل ابدا. الشخصية النرجسية بتشوف نجاح الشريك اللي معاها في العلاقة ايا كان نوعها، بتشوف نجاحه على انه تهديد ليها، عشان هو دايما عايش الحياة كأنه في حالة صراع. بيحاول يثبت انه افضل من الجميع عشان يأكد الصورة المزيفة المتعالية اللي بيكون عايش بيها، ويقدر يشبع غروره المرضي. نجاح الشريك بيكون تهديد بالنسبة له،
كمان بسبب الفراغ النفسي اللي جواه واللي هو بيعاني منه، لحظات النجاح بتكون مرعبة جدا ليه، بيعتبرها تهديد ليه، تهديد لمكانته، تهديد لقيمته العالية، فهيحاول بكل الطرق إنه يفسد اللحظات دي عليه. هيحاول يدمر نجاحك عشان بس يحس بالرضا تجاه نفسه، عشان يداري على الفراغ اللي هو حاسس بيه. هيحاول يشوف كل الناس أقل منه عشان يعوض المرار اللي هو حاسس بيه. أو إنه ممكن يستغل لحظات النجاح لمصلحته، إنه بيحاول ينسب النجاح لنفسه، إن الفضل في النجاح ده بيرجع ليه هو. هنا هو عايز يشاركك في إنجازاتك حتى لو فعليا ما كانش ليه أي دور فيها. كمان بيحاول يحسسك قد إيه أنت مديون ليه، لأنه ببساطة ربط نجاحك بيه هو شخصيا. بالتالي هيكون منتظر منك رد الجميل على شيء أنت لو ركزت كويس هتلاقيه لا قدم شيء ولا عمل أي حاجة. وطبعا رد الجميل اللي هو منتظره هو استغلالك أو إنك تكون خاضع ليه أكتر وتابع ليه أكتر. 8. لا ما تخليش الأفكار دي تيجي في دماغك. الشخص النرجسي هتلاقيه دايما بيتظاهر إنه بيدعمك، بيفرح لفرحك، لكن في الحقيقة هو ضدك، منتظر فشلك، لأنه ببساطة ده بيحسسه بالنشوة وبيرضي غروره، لأنه شايف النجاح والسعادة من حقه هو بس. كمان نجاح الشريك اللي معاه في العلاقة بيعتبره تهديد ليه، تهديد للقيمة والمكانة والصورة المزيفة اللي بيكون عايش بيها. كمان تهديد إنه بيكون خايف دايما إن نجاح الشريك ممكن يزود من قيمته وبالتالي ممكن يتخلى عنه. إحساس انعدام الأمان اللي بيعاني منه بيخليه دايما في حالة خوف. لو حسيت لحظة أو حاولت تشكك في تصرفاتهم هتلاقيه دايما بيتهرب من أي حاجة ويقولك الرد ده. الجملة دي ممكن تتقالك في مواقف كتير تانية. لحظة نجاح الشريك مثلا لو حس إنه بيتفاخر بإنجازه ممكن يقول له جملة زي دي بهدف إنه يقلل منه، بيحاول يوصل له إحساس إنه مهما حصل الشخص النرجسي هو الأعلى وهو الأكثر قيمة. الجملة 9: أنا أحسن حاجة حصلت لك في حياتك. الناس بتحسدك على وجودي في حياتك، كلهم بيتمنوا يكونوا مكانك. ببساطة هو هنا بيحاول يعلي من قيمته في نظرك، وكمان يحسسك إنك لو فكرت تسيبه أو تبعد عنه ده هيكون أسوأ قرار ممكن تكون هتاخده في حياتك. كمان بيحاول إنه يقلل من احترامك لنفسك أو إحساسك بقيمتك، عشان ببساطة يحسسك إنك ما تستحقش وجود شخص زيه. الجملة 10 والأخيرة في حلقة النهاردة: صدقني كل ده عشان أنا بحبك وخايف عليك. هتشوف الأذى، هتشوف تصرفات كلها مؤذية، هتشوف إهانات وإساءات. في المقابل هتلاقيه بيحاول يبرر كل تصرفاته المؤذية بالشكل ده: صدقني ده من خوفي عليك، صدقني ده من حبي ليك، أنا أهنتك، جرحتك، استغليتك، شوهت سمعتك، بس صدقني كل ده من حبي ليك. الظاهر إن هو بيحاول يبرر السلوكيات المؤذية اللي حصلت منه كأنها محاولة منه للاعتذار، أو على الأقل بيحاول يخفف من شدة اللي حصل. بس في الحقيقة كل الأذى اللي بيصدر عنه بيكون ممتع بالنسبة له. هو بيستمتع جدا بالسيطرة عليك أو بمحاولاته المستمرة للسيطرة عليك واستغلاله ليك. في الحقيقة هو بيستمتع بأذيتك، بيستمتع بخضوعك ليه واحتياجك ليه. استغلاله ليك شيء عادي جدا بالنسبة له. قول لنا في التعليقات لو صادفت أو سمعت أي جملة من دي وإزاي اتصرفت، ولو عندك أي إضافة حابب تضيفها مستنينك في التعليقات تشارك تجربتك معانا عشان تساعدنا كلنا نكون أحسن وكلنا نتغير للأحسن. في النهاية لو مش مشترك معانا في القناة مستنينك تشترك بكل حب. في النهاية دمتم أصحاء وبخير.